ميزانية فرش الشقة النهاردة ما بقاش رقم قليل، وخصوصا بعد زيادة الأسعار اللي كلنا بنعاني منها. طيب نعمل إيه؟ أنا ياسر زكي من أنتريه فرنتشر جاي أقول لك تعمل إيه؟ إحنا في أنتريه بنقدم لك مجموعة حلول. تعالوا نفكر مع بعض بصوت عالي. أنا النهاردة الميزانية مش متظبطة معايا، طيب هعمل إيه؟ أول حل إن إحنا نأجل أوضة من الشقة. يعني أنا عن شقتي 4 أوض، هأجل واحدة منهم، وغالبا الناس بتأجل أوضة الأطفال وبتقول إن شاء الله ربنا يسهل وبعدين نجيب. حل تاني، الناس بتلجأ لمنتجات جودتها أقل، وهنا الخسارة في رأيي بتكون كبيرة، لأن دي منتجات اسمها منتجات معمرة. لما أنا أجيب منتج جودته قليله ما اصبحش معمر، يبقى انا الخسران، لان سعر المنتج بيتحسب ثمنه على عمره. فانت حضرتك كده اشتريت منتج قليل عمره قصير، النهايه هو فعلا غالي. انا لا عاوز اعمل ده ولا عاوز اعمل ده، وعاوز شقتي كامله. نعمل ايه؟ عندنا كذا حل. اول حل، حضرتك موظف النهارده، كل الموظفين دكتور مهندس موظف شركه الميه وشركه الكهرباء، كل الموظفين بتقبض مرتباتها بكارت فيزا، او حضرتك معاك كارت فيزا مشتريات، يبقى حليت جزء اكبر من القصه دي. النهارده البنوك بتعتبرك احسن عميل بالنسبه لها في التقسيط. ليه؟ انت زبون مضمون، مرتبك جوه البنك، فبتقدم لك مجموعه انظمه تقسيط معاك من سنه ل10 سنين. المشكله اللي بتقابلني لما بكلم اي عميل عن موضوع التقسيط، ان هو عاوز يحسب مجموع اللي هيدفعه في ال5 سنين او في ال10 سنين، ودي حسبه مش مظبوطه خالص. ليه؟ انا عاوزك بس تفكر في القسط اللي هتدفعه، هو ده التفكير الصح. النهارده القسط بتاعي 1500 جنيه 1700 جنيه، هو ده القسط اللي انا افكر فيه. ليه؟ قيمه الفلوس كل سنه بتقل، انت حضرتك اللي بتشتريه كل يوم ثمنه بيزيد، في حين القسط بتاعك ثابت فهو بيقل. النهارده قيمه ال 1500 جنيه مش ده السنه الجايه، والسنه الجايه والسنه اللي بعدها هتبقى اقل، والسنه اللي بعدها اقل. حتى لو هوجعك القسط في السنه الاولى والثانيه، في الثالثه، في الرابعه، في الخامسه، كل شويه القسط انت مش بتحس بيه، وفي الاخر حاجتك موجوده معاك. انا مش موظف ومش عندي فيزا مشتريات بنك، طيب ايه الحل؟ انا بشتغل في قطاع خاص او عندي سجل تجاري. احنا قدرنا نعمل عقد حلو جدا مع شركه كونتاكت للتقسيط بنظام مرابحه اسلامي. ايه النظام دوت؟ النظام ده حضرتك الشركه هي اللي بتاخد مننا المنتج وبتضيف عليه مرابحه حسب المده اللي حضرتك عاوزها. انت عاوز على سنه 2، معاك لغايه 60 شهر. في ناس وضعهم ومرتباتهم او شغلهم او وظيفتهم يسمح له ب70,000 ب100,000 زي ما الشركه بتحدد لنا. طيب ايه اللي بعد كده؟ ولا حاجه، الشركه بتحول لنا المبلغ اللي مسموح لحضرتك انك انت تاخده، اللي هو ال70,000 وال80,000. طبعا الاجراءات هناك ايسر بكتير طبعا من فكره البنوك. وده على فكره حل تاني للموظف، لان بيقابلنا برضو موظفين واخد قرض اصلا على مرتبه فمش قادر يقسط بمرتبه. الموضوع ده هيبقى حل مثالي ليه، انك انت تقعد مع شركه كونتاكت تفتح اكونت هناك بالشكل ده. احنا قدرنا نقدم لك مجموعه حلول ما تخليكش تعول هم فكره الفرش. انت بس حضرتك شرفنا في انتريه وما تقلقش من اي حاجه. عندنا منتجات معموله تناسب اي ميزانيه لاي فرد، لكن ان الفاصل عندنا دايما الجوده التي لا نتنازل عنها. واهلا بكم.